Preview. سعيد جدا بهذا الحدث اللي تشهده ينبع وسيميكو وكل الستاف حقها، يعني سعيد جدا بهذا المهرجان، وهذه أول مشاركة لنا، وبتمنى إن شاء الله ما هتكون الأخيرة بإذن الله. الله عليكم. ذا خلدون كريم، المخرج التنفيذي لشركة ايفنت بلس القائمة على فعاليات المسرح. أولا خليني أسألك يا أستاذ خلدون، ما هي الفعاليات التي تقوم بها شركة ايفنت بلس؟ طبعا ايفنت بلس شركة رائدة تأسست في 2000 عام 2000. شركة نشاطها الأساسي يتركز في تنظيم الفعاليات، المهرجانات، العروض المسرحية. عادة عندها يعني عدة حقوق لشخصيات عالمية هي بتمتلكها لتقديمها بالعالم العربي بشكل عام، وفي لها أنشطة متنوعة في مجال الأكوبمنت، التجهيزات، الإضاءة والصوت، وهي رائدة في هذا المجال منذ العام 2000 تقريبا. طبعا أول شيء بدي أشكر إدارة المهرجان، اللجنة التنفيذية لمهرجان الزهور الثامن بينبع، الأستاذ صالح الزهراني، الأستاذ يوسف أبو عسكر، يعني كانوا جدا 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 رائعين، ساعدونا وقفوا جنبنا، يعني خلونا اعطونا زي ما بيقولوا باور بهذا المهرجان. وبتمنى من الجميع يزوروا المهرجان ويشوفوا الاشياء الجميله والفعاليات الرائعه اللي حتكون موجوده خلال فتره 12 يوم باذن الله. الأستاذ خلدون كريم، المخرج التنفيذي لشركة ايفنت بلس القائمة على فعاليات المسرح، شكرا لك، يعطيك الف عافية. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. حضوري حول الساعة 8، والحمد لله مهرجان متكامل من جميع النواحي. الله يشد الشباب اللي تعبوا عليه واخرجوه بهذه الصورة المحترمة والممتازة، واللي تعكس يعني صراحة وجوده في الهيئة الملكية مشروع، صراحة يشكرون على الجهد الجبار هذا. والله بسم الله الرحمن الرحيم. حضوري بعد العشاء أكثر شيء شدني صراحة السجادة الكبيرة ما شاء الله تبارك الله، اللي ترفع راية السعوديين وترفع راية الإخوان في إدارة الهيئة الملكية، وشرفونا ما قصروا، نشكرهم وما قصروا. I would like to thank everyone who works behind this festival and thank you so much guys. أول شيء لكل مجتهد نصيب، ثاني شيء والله يستاهلون على العمل اللي أنا شفته والمجهود، بصراحة أشكركم جدا جدا جدا، وشيء يشرف والله. والمركز الأول هذا ما يحسب الينبع بس، يحسب المملكة كلها بعدها.